مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهل لها باهم وابرز العناوين. اصابه 20 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. سمينار حول عمليه تنفيذ القوانين الرئيسيه وتقانه الخدمات العدليه. تغييب نتائج الشهاده المتوسطه في جنوب البحر الاحمر. مصرع 38 شخصا وإصابة 69 بجروح خطيرة بحريق في سجن ببورندي. جو بايدن يحذر روسيا من حصول تصعيد عسكري بأوكرانيا. وواشنطن تحذر طهران من عزلة دولية، وإيران تنتقد عقوبات جديدة. من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط والجنوبي قد أظهرت إصابة 20 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 13 من الإصابات في مركز الفحص بالإقليم الأوسط، 2 في ميجهوت و2 في قدايف، وإصابة واحدة في كل من عد وعداد وبيت قرقيس وأخريا ومعسكر دندن وزصارات وعد نفاس وترافل وغازاباندا ودكام حاري، و7 في مراكز الفحص بالإقليم الجنوبي، 3 في مندفرة و2 من دبارو، 2 من عد قيح. في غضون ذلك شفي 11 من مرضى الكورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7533، شفي منهم 7322، وتوفي 62 مريضا بالوباء، فيما لا يزال 149 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 8 من ديسمبر 2021. احتضنت قاعة إدارة الإقليم الأوسط اليوم 8 من ديسمبر في إطار أسبوع القانون الذي دخل يومه الثالث سمينارين حول عملية تنفيذ القوانين الرئيسية وتقانة الخدمات العدلية. وقدم الأستاذ سناي والدآب أستاذ القانون في كلية عد قيح للتجارة والعلوم الاجتماعية سمينارا بعنوان عملية تنفيذ القوانين الرئيسية، أوضح فيه القوانين الإريترية الرئيسية المطبوعة عام 2015، والتي تضمنت قوانين تحسين السلطات العدلية وتسمية المحاكم وترتيب الجلسات وتحديد سلطة المدعي العام وزيادة المواد أو المراجع والتسوية، حيث كان يتوجب علينا تجاوز هذه العمليات وغيرها ليعلن عنها رسميا في عام 2022. وقال بأنه عقب الإعلان ستكون هنالك مرحلة انتقال تستغرق فترة وجيزة يتم خلالها تحويل القوانين العدلية القديمة إلى مرحلة جديدة، وتمنح الجهات الأمنية ومدرسة القانون والإدارات وقتا كافيا للإعداد الجيد وتفعيله، كما يتوجب ترجمة القانون بمختلف اللغات، وكذلك الحد من القضايا غير المنجزة. من جهته قدم السيد سياس تخلزقي سمينارا بعنوان تقانة الخدمات العدلية، أوضح فيه نظام العدالة الإلكترونية وتطور القضايا في المحاكم ورقابة وإرشاد مكاتب المدعي العام وإرساء أعمال فاعلة تتسم بالانفتاح والمصداقية وأساليب تسهم في توثيق القضايا بسهولة، حيث يجري العمل لاتباع نظام عدلي يضع هذه العوامل في الاعتبار. وأشار السيد السياسي فيما يتعلق بالإيجابيات بأن تحويل النظام الورقي إلى الأسلوب التقني سيساعد في تخفيض مصارفات المستخدمين وإدارة المعلومات بكفاءة وتقليل الأخطاء الظاهرة في تبادل المعلومات والتعرف على أوجه القصور الظاهرة أثناء عملية إصدار الحكم وجمع المعلومات الإحصائية. وفي الختام أوضح بأن تقييم التجارب المكتسبة في نظام إدارة القضايا كان يعمل به في إريتريا بشكل نسبي منذ عام 2008، وظلت تجرى جهود منسقة لاكتمال تلك العناصر بما يتماشى مع أوضاع البلاد. شهدت مدينة عصب حاضرة إقليم جنوب البحر الأحمر في 5 من ديسمبر تقييم امتحان الشهادة المتوسطة في العام الدراسي 2020-2021، وبحث اللغاء الجهود التي يمكن بذلها للحصول على المزيد من النتائج العالية في المستقبل. وأشار التقرير إلى مشاركة 612 طالبا من 11 مدرسة و150 من أعضاء قوات الدفاع، ورغم أن النتائج لم تصل إلى المستوى المأمول إلا أن نسبة النجاح وصلت نسبة 72%. وذكر التقرير بأن نسبة مشاركة الإناث حققت نتائج مشجعة، وكذا نسبة الطلاب الحائزين على النقاط المؤهلة لمستوى الدبلوم والبكالوريوس، داعيا إلى العمل المنسق للحصول على المزيد من التفوق. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم السيد حقوس أدحنا إجراء دراسة أولية للتعرف على أسباب ضعف النتائج على مستوى المدرسة ونوعية التعليم، مؤشرا إلى وضع برنامج لمساعدة الطلاب بإعداد أوراق امتحانات العام الماضي.
من جهته قال مسؤول التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب أنه ومع تحديد نسبة نجاح 45% العام القادم لامتحانات الشهادة المتوسطة الوطنية تجرى أنشطة مكثفة لتحقيق ذلك بالتركيز على الكفاءة، مناشدا ضرورة العمل بجدية في تقوية إدارة المدارس وكفاءة المعلمين وتقوية المساهمة. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي قال بأن الاستثمار الضخم الذي توليه الحكومة في القطاع التعليمي ينطلق من معرفة دور التعليم الكبير في نماء وتطور البلاد، وأن تقوية التعليم مسألة لا تترك لوزارة التعليم فقط، لذلك على جميع الجهات الحكومية والجبهة المساهمة بفعالية، مشيرا إلى إجراء المتابعة الجادة والتقييم الخاص على مستوى الإقليم. دعا مكتب المدعي العام في مديرية السنية لتعزيز دور المجتمع بهدف الحد من الجرائم والمخالفات المرتكبة. وأوضح مسؤول المكتب السيد مريح حيل آب في اللقاء المنعقد لتقييم أنشطة 3/4 العام إرسال 153 قضية من أصل 179 قضية إلى مختلف المحاكم وإغلاق 22 قضية بسبب عدم وجود دلائل واضحة تثبت ارتكابها. وأشار السيد مريح إلى إشهار الحكم في أكثر من 60 قضية من القضايا المثبت ارتكابها وتعليق قضيتين بمختلف الأسباب، فيما توجد 50 قضية على قيد التنفيذ. وقال فيما يتعلق بمخالفات قوانين العمل بأن الأضرار بالبشر عن طريق أدوات العمل ومخالفات قوانين المرور والسرقة من المساكن والمؤسسات وكذلك مخالفات قانون الهجرة والجنسية كانت من أهم المخالفات التي شهدتها المديرية. وأشاد السيد مريح بجهود المؤسسات الحكومية الناشطة في المديرية والاتحادات الوطنية والشرطة والسمينارات التي ساهمت في انخفاض الجرائم والمخالفات ومراقبتها، داعيا لتعزيز مساهمتهم. وفي الختام أوضح بأن أغلب المخالفين للقانون هم الفئة العمرية ما بين 19 إلى 40 عاما، مؤشرا إلى وضع برنامج موجه إلى الشباب خلال العام القادم. أفادت وزارة الصحة بتبرع أكثر من 1.2 مليون دولار أمريكي لتنمية صندوق مكافحة كورونا. ووفق المعلومات الواردة فقد تبرع 900 ألف دولار أمريكي عن طريق السفارة الإريترية، فيما تبرع ب 106,283 دولار عن طريق القنصلية الإريترية في كندا. كما تبرعت الخطوط الجوية التركية ب 43,530 دولار، والخطوط الجوية المصرية ب 39,270 دولار، وخطوط تاركو ب 39,180 دولار، ومولوجيتا طعامي ب 300 دولار. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قتل 38 شخصا في حريق هائل اندلع في سجن مكتظ ببوروندي، وفق ما أعلن عنه نائب الرئيس بروسبير بازومبانزا الذي توجه لزيارة المكان. وأفاد الصحفيون بأن 69 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق الذي اندلع بالمنشأة الكائنة في غيتيكا، العاصمة السياسية للبلد الواقع في شرق إفريقيا. وقال عدد من الشهود أن النيران أتت بالكامل على أقسام من هذا السجن المكتظ الذي كان يأوي 1539 سجينا. وفي 21 من أغسطس طال حريق غسما في السجن المركزي، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات. وقالت وزارة الداخلية أن الحادث كان بسبب ماس كهربائي أيضا. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين قائلا بأن روسيا ستتعرض لعقوبات شديدة اقتصادية وغيرها في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا خلال القمة عبر الفيديو التي جمعتهما. ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن أعرب عن مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد التعزيزات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني وعملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران. وعقد الرئيسان قمة افتراضية بالغة الحساسية تعتزم واشنطن من خلالها تفادي تصعيد عسكري في أوكرانيا، فيما تنوي موسكو تحديد خطوط حمر استراتيجية. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيتصل بعد القمة بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لمتابعة التنسيق الذي جرى بين القادة. كما يعتزم بايدن عرض فحوى محادثاته مع بوتين على نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي أبدى استياءه في الأشهر الأخيرة لرفض الغربيين تسريع آلية انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.
حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جوك سوليفان إيران بأنها تخاطر بالوقوع في عزلة جديدة إذا لم تظهر الجدية في الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا النووية، في حين انتقدت طهران عقوبات أمريكية جديدة عليها وقالت أنها لن تشكل ورقة ضغط عليها في المفاوضات. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحفي أنه كلما أظهرت إيران عدم جدية في مفاوضات فيينا بشأن برنامجها النووي عرضت نفسها للعزلة خلال هذه المفاوضات. وشدد المسؤول الأمريكي على أن الكرة في ملعب طهران لكي تظهر رغبتها في إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بينها وبين القوى العالمية الكبرى. وجاء تصريح سوليفان بعد ساعات من إعلان إيران استئناف الجولة السابعة من محادثات فيينا غدا الخميس، وذلك بعد توقفها الجمعة الماضية عقب طلب الأطراف المشاركة في المفاوضات وقتا لدراسة مقترحات تقدمت بها إيران بشأن رفع العقوبات الأمريكية عنها. في الخبر الأخير، انتشر عمال الإنقاذ الفرنسيون جثة رجل وتمكنوا من إيقاف الطفل ووالدته من تحت أنقاض مبنى سكني مكون من 3 طوابق انهار بسبب انفجار غاز مشتبه به في بلدة ساناري سور مير الواقع على ساحل البحر المتوسط في جنوب فرنسا. وكانت فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن شخصين آخرين فقدا أثناء الحادث. وقالت الضابطة في فرق الإنقاذ أوريلا مانينو أن الطفل الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 18 شهرا عثرت عليه الكلاب البوليسية وتم انتشاله من قبل عمال الإنقاذ الذين شقوا طريقهم عبر أكوام الحطام. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن السلطات الإقليمية قالت أن المسعفين الأوائل لاحظوا رائحة غاز قوية عند وصولهم إلى الموقع. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 20 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. عقد سمينار حول عملية تنفيذ القوانين الرئيسية وتقارة الخدمات العدلية. تقييم نتائج الشهادة المتوسطة في جنوب البحر الأحمر. مصرع 38 شخصا وإصابة 69 بجروح خطيرة بحريق في سجن ببورني. جو بايدن يحذر روسيا من حصول تصعيد عسكري بأوكرانيا. وواشنطن تحذر طهران من عزلة دولية وإيران تتخذ عقوبات جديدة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.